غلط غلطة كبيرة وغضبت منه وقررت تعاقبه بالضرب عشان يتعلم الأدب وما يكررهاش تاني؟ طب هل سألنا نفسنا الضرب ده بيعمل إيه في مخ وجسم ابننا من جوه؟ أنا دكتور مصطفى العطار طبيب الأطفال وهقول لك دلوقتي إيه الحكاية. الضرب مش بيأدب، الضرب بيعمل صدمة عصبية. لما بتضرب طفل مخه بيدخل في حالة طوارئ دائمة، وفي المقابل الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي والتحكم في المشاعر والذكاء نموه بيقل وبيضعف. نتيجة هرمون التوتر الكورتيزول بيفضل عالي في دمه بشكل مزمن. ده مش بس بيقلل تركيزه واستيعابه الدراسي، ده بيقتل الخلايا العصبية كمان وبيوقع مناعته وبيخليه يضرب كتير. ابنك مش بيتعلم الصح، هو بيتعلم الكذب علشان يتفادى الضرب، وهيكبر اما بشخصيه عنيفه وعدوانيه او شخصيه مهزوزه وعرضه للاكتئاب. ديننا الحنيف سبق الطب وعلم النفس بمراحل. سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه دخل بيت النبي وهو طفل عنده 10 سنين عشان يخدمه. طفل يعني اكيد بيغلط وبينسى، ورغم كده بيقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما مد ايده على طفل. التربية عنده كانت بالحب والقدوة والاحتواء. طيب كأب أو أم ايه البديل الطبي والتربوي السليم لما تفقد أعصابك وتغضب؟ أول حاجة افصل نفسك، سيب المكان فورا وخد نفس عميق عشان ما تطلعش ضغوطات يومك في جسم طفل ضعيف. رقم 2 العقاب الذكي. يعني ايه العقاب الذكي؟ العقاب اهم من الضرب. احرمه من ميزه او لعبه بيحبها، او خليه يتحمل نتيجه غلطه ويصلحه بنفسه. رقم 3 حاجه اسمها التواصل البصري. انزل لمستوى عينه وبص ليه بحزم شديد من غير زعيق، واشرح ليه بالظبط وهو اتعاقب ليه. الضرب استقوى وتفريغ لغضبك انت، مش تربيه. شارك الفيديو ده في كل مكان، يمكن تكون سبب في انقاذ نفسيه ومخ طفل بيتدمر كل يوم. ربنا يحفظ اولادك.